اليوم سنتحدث عن الفرق بين الخلع الجزئي والخلع الكامل. الخلع الكامل هو إصابة في المفصل حيث لا تكون أسطح العظام متلامسة مع بعضها البعض، بينما الخلع الجزئي هو إصابة طفيفة في المفصل حيث تكون الأسطح العظمية متلامسة مع بعضها البعض لكنها ليست في محاذاة صحيحة مع بعضها البعض. لذلك أعراض الخلع الجزئي هي أن المريض سيشعر بألم مفاجئ وتورم وتشوه. أعراض الخلع الكامل مشابهة أيضا، ولكن من المهم التمييز بين الخلع الجزئي والخلع الكامل، لأنه إذا كان خلعا كاملا فإنه يحتاج إلى إعادة الوضع وإعادته إلى المفصل. لذلك يجب عليك استشارة طبيب حيث يقوم الطبيب بإعادة الخلع الكامل بحيث تكون الأسطح العظمية متلامسة مع بعضها البعض. يمكن تشخيص ذلك عن طريق إجراء أشعة سينية بسيطة، والعلاج في حالة الخلع الكامل يتطلب إعادة الوضع وإعادته إلى مكانه والراحة لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، بينما الخلع الجزئي لا يحتاج إلى أي نوع من الراحة أو أي نوع من الجراحة. شكرا لك.